يعني اولا كده مبروك لكل الناس اللي خلصت الثانويه عامه ايا كان المجموع اللي انتوا يعني جايبينه، فالف الف مبروك لدفعه 2023 على انهم خلصوا كل المرحله دي. في الفيديو ده هنتكلم عن تجاره بي اي اس وتجاره انجليش اللي هي كليتي. هنتكلم عن الفرق ما بين بي اي اس وما بين تجاره انجليش العاديه. اولا كده كليه بي اي اس هي اختصار لكلمه بيزنس انفورميشن سيستم، وده برنامج تابع لكليه التجاره واداره الاعمال جامعه حلوان ومقره في الزمالك. تمام، والدراسه فيه بالانجليش. واهم حاجه بتميز البرنامج ده ان هو ميكس ما بين كليه حاسبات ومعلومات وكليه تجاره انجليش. يعني مواد الاي تي هيدرسها لك نفس الدكاتره اللي بيدرسوا في كليه الحاسبات، ومواد البيزنس هيدرسها لك نفس الدكاتره اللي بيدرسوا في تجاره. وانت مش هتيجي جامعه حلوان خالص، الكليه مكانها في 43 شارع ابو الفدا الزمالك. ده المحاضرات كلها هتحضرها هناك، اسبوع اونلاين واسبوع في الكليه. معلومه بسيطه كده ان اول كليه عملت برنامج البي اي اس ده هي جامعه حلوان، ومفيش كليه في مصر عاملاها غير جامعه حلوان وجامعه طنطا. الكليه بتتخصص فيها من سنه اولى، يعني لو حابب تخش قسم نظم ومعلومات وبتتخرج عندك خبره في نظم ومعلومات الاعمال، فاهمين يعني اداره شركات، اداره مخازن، اي حاجه بتبقى عندكم فكره عن نظم المعلومات بتاعتها والبرمجه بتاعت اي شركه او اي مكان فيه اعمال تجاريه. خليني اديكم شويه مميزات تانية لبرنامج البي اي اس. اول حاجه ان الدراسه بتكون بنظام الساعات المعتمده، دايما في تطبيق عملي على يعني كل حاجه انتوا بتدرسوها، وده بيتم عن طريق الاسايمنت والبروجكت الدكاتره بتطلبها. فدايما في شغل عملي في الكليه، ودي من الحاجات الحلوه جدا للناس اللي هي بتحب تشتغل اكتر ما هي تذاكر نظري بس. وطبعا متاح للطلبه ان هم يقدموا في تريننج في البنوك وشركات الاتصالات والبيزنس. وتالت حاجه ان خريج بي اي اس بيبقى يعني متاح ليه ان هو يشتغل في حاجتين ما بين البيزنس واي حاجه تخص الاي تي. يعني انت متاح لك ان انت تشتغل في اي حاجه تخص كليه التجاره اللي هو طالب تجاره فيها، ومتاح لك برضه تشتغل في اي حاجه تخص لو انت خدت كورسات مع الكلية ان انت تشتغل في اي حاجة ليها علاقة بالاي تي. يعني ممكن تشتغل في شركات البترول والشركات الزراعية وشركات البرمجيات، يعني شركات كتير هتحتاجك، فاهمني. هتبقى مؤهل لانشاء قواعد بيانات، انشاء تصميم ومواقع الكترونية، وطبعا التسويق الالكتروني والمحاسبة الالكترونية وتخصصات كتير انت هتبقى مؤهل فيها. طيب التقديم هيكون ازاي؟ هو مبدئيا البرنامج ده لازم تكون جايب اقل حاجة 40 من 50 في الانجليش، والتقديم غالبا هيكون اونلاين زي السنة اللي فاتت عن طريق اللينك اللي هتنزله كلية التجارة وإدارة الأعمال التابعة لجامعة حلوان. هتخش على اللينك وتحط الرغبات، بيبقى 3 رغبات سواء بي اي اس او اف ام اي او تجارة انجلش، بترتبهم يعني من اول حاجة لو انت عايز بي اي اس فبتحطها اول حاجة، بعديها يعني الاقسام التانية بس. بعد كده بتستنى النتيجة دي وبتروح انترفيو. ده بالنسبة للتنسيق الداخلي. طيب لينك التنسيق الداخلي ده هينزل امتى؟ هينزل اول لما تنسيق المرحلة التانية يخلص، تمام، وتكتبوا الرغبات. المرحلة الاولى والمرحلة التانية يخلصوا كتابة الرغبات. الانترفيو اللي بيتعمل في الزمالك فهو بسيط وسهل جدا، ممكن نبقى نتكلم عليه في فيديو. يعني هو أتفه انترفيو ممكن تمروا عليه في حياتكم. كمان الكلية مش بتاخد انتساب إلا مدارس لغات، يعني انتظام بتاخد مدارس عربي ومدارس لغات، لكن لو انت مجموعك جاي انتساب بس فلازم تكون مدرسة لغات عشان تتقبل في بي اي اس او تجارة انجليش حلوان. بالنسبة للمصاريف، السنة اللي فاتت كانت في حدود 25,000، وطبعا هي يعني كل سنة ممكن تزيد. فالسنة دي معرفش هي هتزيد امتى، لسه ما حددوش، بس هي بتبقى يعني في البادجت دي في حدود 20-25 لحد معاكم لحد 30، يعني ممكن تزيد لحد 30 كل سنة لحد ما توصل لرقم 30 ده. تاني حاجة وهي كلية تجارة انجليش، تمام، دي بقى الكلية اللي انا فيها، فهكلمكم عنها كده في الاخر بكل تفاصيلها. ولو حد عنده اي سؤال او عايز يعرف اي حاجة يكتب في الكومنتات، وانا هنزل لكم لينك لجروب تليجرام هنتابع مع بعض، وانا هتابع معاكم كل حاجة تخص المواد، تخص التقديم من الاول خالص، اي حاجة هتخص الكلية انا هبقى معاكم فيها. طيب ايه الفرق ما بين تجارة انجليش وتجارة عربي؟ هو اول حاجة الفرق في العدد، ان تجارة انجليش عندنا العدد اقل بكتير من تجارة عربي. طبعا الاتنين فيهم مميزات، مفيش كلية مفيهاش مميزات، بس
اول حاجه بتميز تجاره انجليش ان هو العدد اقل، تمام، لان مش يعني مش كل الناس بتبقى حابه التجاره الدراسه بالانجليش، فاهمين؟ والكتب في اغلب الاحيان ومش كل الجامعات يعني مش بتتالف في مصر، في منها بيبقى جاي من بريطانيا وجاي من كندا. بس بالنسبه لكليتي انا في جامعه حلوان كانت الكتب كانت من الدكاتره المصريين عادي اللي في الكليه. بالنسبة للمصاريف هي بتختلف من جامعة لجامعة، لكن هي في حدود يعني من 10,000 ل20,000، وفي جامعات بتوصل من 20 ل30,000، فاهمين؟ فأنا الجامعة عندي كانت 11 وكسور، يعني 11,600 11,700. معرفش الجامعات التانية أسعارها بتبدأ من ايه يعني، بس هي أكيد بتبدأ من 10، بس ده أقل حاجة، تمام. ولو السعر فيه مشاكل، يعني مثلا انتوا من القاهرة وجامعة القاهرة انتوا جايبين مجموعها بس سعرها غالي عليكم، فممكن تخلوا جامعة حلوان هي الرغبة الأولى قبل عين شمس والقاهرة، لأن القاهرة وعين شمس أغلى من حلوان. الكلية فيها 6 أقسام داخلية، بس يعني بيختلف وجودهم من جامعة لجامعة. بالنسبة للأقسام اللي عندي في حلوان هي المحاسبة، إدارة الأعمال، الإحصاء والتأمين، الاقتصاد، وتجارة خارجية، وآخر قسم اللي هو الIT. التخصص عندنا بيكون من سنة تالتة، وأول سنتين أنت بتاخد فكرة عن كل الأقسام، يعني بتاخد فكرة عن كل المواد اللي فيهم في أول سنتين. والدرجات بتتاخد على حسب أعمال السنة، على حسب امتحان الميد ترم، وعلى حسب امتحان نهاية الترم. وبرضو موضوع الدرجات ده بيختلف من جامعة لجامعة، لأن في جامعات بتقيم الدرجات على أساس البرزنتيشن اللي الطلبة بتعملها. طبعا خليني اوضح لكم ان مفيش شركة او اي مؤسسة او بنوك او اي مكان يستغنى عن اي شخص خريج تجارة بسبب يعني المعلومات المحاسبية والادارية اللي هو بيكون عنده خلفية عنها. خليني اكلمكم عن هم اهم قسمين لان هم المشهورين اكتر، اللي هو اول حاجة المحاسبة وادارة الاعمال. اولا المحاسبة، هو يعني خريج قسم المحاسبة بيبقى ليه فرص كتير في الشغل في البنوك، والشغل المحاسبة احنا كلنا عارفين ان هو بيبقى مطلوب في سوق العمل كتير جدا، تمام. بس مش مع الكلية بس، يعني في كورسات بتبقى محتاج تاخدها عشان تقدر ان انت تلاقي شغل. دي هكتبها لكم كلها في جروب التليجرام لو حد يعني عايز مهتم وعايز يعرف هي ايه. كمان خريج قسم محاسبة مش بس بيشتغل في بنوك، لا، يعني هو ممكن يشتغل في شركات أدوية، في شركات بترول، يعني مش لازما بنوك او اي يعني مؤسسات مالية، فاهمين؟ مش معنى ان خريج محاسبة يبقى انت هتشتغل في البريد المصري او هتشتغل في البنك المركزي، لا، يعني ممكن تشتغل في شركات. تاني حاجة إدارة الأعمال، وده يعني القسم اللي أنا ناوي أدخله لأن هو المحبب إلى قلبي لحد دلوقتي. أنت بتاخد فيه تنمية بشرية، بيبقى عندك خلفية عن التسويق، وطبعا إدارة الأعمال. طبعا هو يعني متاح ليه فرص الشغل زي خريج قسم محاسبة، بس مع اختلاف الوظيفة اللي هو بيعملها، كمثلا HR او ماركتينج والBR. يعني خريج إدارة أعمال بيشتغل في نفس المكان اللي بيبقى موجود فيه المحاسب، بس البوزيشن بتاعته بتبقى مختلفة. وطبعا خريج القسم ده بيحتاج لشهادات وحاجات تانية عشان يزود معلوماته، زي مثلا شهادة MBA. خليني اقول لكم في الاخر ان الكلية مش سهلة ومش صعبة، هي عايزة بس شوية استغلال لوقتك، صح؟ ومش بس انك تكتفي بدراسة الكلية، يعني لازم يبقى عندك بعد اكبر من كده وتوسع من معلوماتك، لان الاكتفاء بالكلية بس مش هيبقى في حاجة بتميزك. نشوف عندنا كم كلية تجارة في مصر وكم طالب في كلية تجارة في مصر، فلازم تعمل حاجة من وسط كل دول تخليك مميز عنهم. وبس كده، حاولت اوضح باختصار، يا رب يكونش الفيديو بس طول عليكم، الفرق ما بين BIS وتجارة انجليش. لو حابين نعمل فيديو عن FMI ممكن برضو نبقى نعمل فيديو عليه لوحده. فلو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات، وهسيب لكم لينك جروب التليجرام في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، واتمنى لو اول مرة تشوفوني ان انتوا تشتركوا في القناة، وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو.